السلام عليكم، ازي حضراتكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله انا رايح من لندن على جزيرة إيبيزا في اسبانيا. هعمل ترانزيت في برشلونة وبعد كده هنطلع من برشلونة على إيبيزا. انا دلوقتي في مطار برشلونة، مستني الطيارة ان شاء الله نطلع على إيبيزا. الوقت من برشلونة لإيبيزا حوالي 50 دقيقة. هي علشان جزيرة فبتلاقي الطيران محدود بالنسبة لها، فمفيش، لا، او في طيران مباشر من انجلترا على ابيزا بس بيكون غالي. فانا هعمل ترانزيت ساعتين في برشلونة. فانا حاليا في مطار برشلونة دلوقتي، رايح على الجيتس دلوقتي اللي هتطلعني على ابيزا. وصلنا ابيزا، بصوا على الجزيرة وعلى جمالها. المطار وانت نازل كده بتحس ان انت نازل على المية. ده المطار بتاع ابيزا، وهنا انا خارج رايح اقابل اخويا الصغير المصطفى. نور اسمعني. مصطفى وصل بالسلامة ورايحين دلوقتي على الأوتيل بتاعنا. جزيرة إيبيزا يا جماعة دي واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسبانيا. يعني الجزيرة معروفة بجمال الطبيعة، وبيزورها 4 مليون سايح كل سنة في الوقت ده. يعني في وقت الصيف، يعني في الفترة ما بين مايو وأكتوبر بتلاقيها زحمة ضرب نار يعني. المنطقة دي اللي احنا رايحينها اسمها سان أنطونيو. سان أنطونيو دي معروفة بإنها منطقة حفلات، منطقة أنشطة رياضية، الناس اللي هي بتركب الموج والكلام ده. المنطقة دي معروفة جدا بيها حفلات. المنطقة ما بتنامش أصلا يعني، 24 ساعة حفلات، مهرجانات. الأوتيل اللي احنا رايحينه يا جماعة ليه كذا فرع على الجزيرة، فاحنا نزلنا تقريبا في ناحية مكان يعني فرع غلط. فالمهم رايحين نتمشى، رايحين الأوتيل بتاعنا، فبنتفرج على الشواطئ وعلى الشوارع وجمال الشوارع. ده الأوتيل بتاعنا وصلنا له. كان في ناس بتعمل تشيك ان. الأوتيل صغير يعني حوالي يعني هو الأوتيل 3 نجوم، فيه حوالي مثلا 100 غرفة أو حاجة. ده ريسبشن. على اليمين هنا في درافت ماشينز اللي هو مكان بتاع بيبسي وكولا والكلام ده. ده ريسبشن. After عم you. الحاج ده سكران طينة. Good. Thank you. انجليزي. هو Thank you. معظم يعني حوالي 99% من اللي نازلين في Sorry. الفندق ده انجليز. ريسبشن سألنا عايزين أوضة على البول ولا على الجبل. فاحنا قلنا له الجبل، عايزين نشوف جمال الطبيعة، مش عايزين نشوف بول والكلام ده. احنا كده رايحين الاسانسير اللي في الوش ده المطعم. كنت عايز اصور لكم الفطار بس للاسف ما صحيناش بدري، يعني الفطار من 7 ل10. طبعا احنا Say again. كنا جايين تعبانين فنمنا. ده الاسانسير. ده الاسانسير. احنا خرجنا من الاسانسير دلوقتي رايحين ناحية الأوضة بتاعتنا رقم 420. هي دي. وهنا في كوريدور، والناحية التانية تقريبا في بلكونة. كل الموجودين على البول دول يا جماعة انجليز يعني. زي ما قلت لحضراتكم كده معظم اللي نازلين في الاوتيل دول انجليز. ده الفيو من الأوضة بتاعتنا. بصوا الجمال، بصوا جبال هناك. ودي معظم الحاجات اللي هنا دي اوتيلات. بصوا الطاقة الشمسية. معظم الأماكن بتستخدم طاقة شمسية هنا. بصوا الطبيعة وجمال الطبيعة هنا عاملة ازاي. الغرفة كانت تعبانة يعني، ما كانتش جميلة قوي. اللي هو فيها توين بيتس، سريرين منفصلين، لكن للأسف مفيش كاتل، مفيش مكوى، مفيش ميني بار. سألنا في ريسبشن قال لك الحاجات دي بتتأجر. فبيعملوا مصالح يعني على الأجانب. لكن عموما هو المكان كويس. نزلنا نتمشى هنا ونشوف البلد عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين كده الناس كلها ماشية خلع ملط في الشوارع يعني. ما تعرفش تودي وشك فين يعني. الجميل بقى في المنطقة في الجزيرة دي يا جماعة، ان في كل مكان في شواطئ عامة يعني.
الناس اللي هم اصحاب البلد الاصليين يعني ممكن ينزلوا في اي مكان. زي ما شايفين كده الجزيرة كلها رملة والبحر نظيف جدا. الفيديو ده يا جماعة فيديو صغير كده عن الجزيرة وعن الأوتيل بتاعنا، علشان الناس اللي هي حابة تروح وكده. فيها هعمل لكم فيديو تاني مطول شوية للناس اللي حابة تتفرج أكتر. الفندق اللي نزلنا فيه نزلنا ليلتين. التكلفة كانت 180 يورو في الليلتين. يعني بالنسبة للناس اللي هي عايشة في أوروبا المبلغ مش وحش. كمان عرفنا من الجماعة في الريسبشن إن الأسعار دي نزلت، يعني في أول الصيف كانت الأسعار أعلى من كده. فتخيل إن أوتيل تعبان، الغرفة تعبانة أقصد، بالسعر ده. لو في حد حابب يعرف عنوان الأوتيل أو مكانه أو اسمه أو يحجز إزاي، اعمل لي كومنت على الفيديو، وانا ان شاء الله هبعت لك كل البيانات بتاعته. هو في سؤال يا جماعة يعني دايما بيجي في دماغي. بلد زي اسبانيا دي مثلا وجزيرة زي ابيزا دي، الجزيرة دي بينزلها 4 مليون سايح في السنة، واحنا مصر بجلالة قدرها بينزلها 6 أو 8 مليون سايح في السنة. تخيل انت دولة كاملة زي مصر بينزلها 6 مليون، وجزيرة واحدة بس في اسبانيا بينزلها 4 مليون. اسبانيا كلها بينزلها حوالي 45 مليون سايح في السنة. ليه وازاي انا مش عارف، مش فاهم. يا ريت لو حد يعرف الاجابة يعرفني، علشان انا فعلا دماغي هتشت من الحتة دي. واحنا بنتمشى على الجزيرة سمعنا صوت مزيكا، قربنا من الصوت لقينا المكان ده. دخلنا سألنا لقينا ان المكان ده بيشتغل من 4 او من 3 العصر لغاية الساعة 1 بالليل. حفلة معمولة جوه على البول. فيها ناس كتيرة جدا، ومعظم اللي داخلين سكرانين، والدنيا بايظة معاهم خالص. كمان واحنا ماشيين برضو في الطريق ده لقينا جماعة صوت كده تقريبا من نيجيريا او من الحتت دي، يعني معرفش منين. بيبيعوا مخدرات والكلام ده، ويسألنا بقى محتاج حاجة ومش عارف ايه، ويقول لك بقى على المنيو وعلى الليستة اللي معاه. في حفلة يا جماعة هنا جوه، انا عايزين ندخل بس مش هيرضوا يدخلونا. بصينا من فوق السور كده، كنا عايزين ننط لكن ما كانش هينفع، كان في امن كان ممكن يقفشنا ناخد علقة موت جوه. That is going to be the road. الاماكن دي بتأجر جيت سكي.
في مسلمين وهم مصريين. جيت سكي. Muy bien. Ven la galleta también quiere. Aquí mucha. He echado la otra. كم كبيرة. Fuck the hierarchy. Try to do me. Fuck the hierarchy. هاي. في عروسة هنا. في عروسة. That's it.
¿Y tú qué? تيجي نعرف المكان اللي هناك ده ونسمعه بالنص. مش معنى. Not too bad. How are you? I feel I love the way you were saying it as well. He was like, I'm going to have a fucking talk. No. What about that whole... لا ما مش قصدك. I tried going cool to him, it didn't work. انت مش قاصد صح؟ حاسس ان انا ماشي في الغردقه.
عايز اشتري حاجه من ابيزا الاقي اسمها ابيزا. كتير جدا، عايز حاجه خفيفه ولذيذه كده. حاجات كتير جدا. نجيب مج، لا من عندي برضه. نجيب مفاتيح. هندخل ونشوف حاجه كده. الجزرات اللي الكوره دي عليها كلها ابيزا. نجيب بتاع اي حاجه او تيشيرت اللي انت عايزه. هو الصوت طالع على فكره، احنا انا بنسجل. عارف بس انت بعدها هتشيل الصوت اكيد يعني. لا هو بصراحه الناس بتحب لما يكون الصوت طبيعي، لما انت بتكون مفيش ماشي مشكله يا عم. جولة الشارع دي. اهو الاستابلايزر انا كنت عايزه كده. الاستابلايزر كنت عايزه حاجه زي كده، وانا ماشي في الشارع بتصور بتلاقي فيه الكاميرا ما بتتهزش. طيب يلا. ماتيلدا. تصور هنا؟ انت تصور شخصي هنا؟ لا ما هو المفروض ما هي الدنيا عندنا. هذا اللي بدي. سوبر ماركت. Snake and front.
De la mejor prensa y contenidos digitales. Activen el modo avión de sus dispositivos, conéctense a la red Wi-Fi Regional Play e introduzcan